أنه مما يؤجر عليه الإنسان ما يصيبه من الهم، هم الدين وهم المعيشة وهم المرض الذي يصيب أحد من الأقارب، وكذلك هم تسلط العدو، وكذلك الهموم التي تترتب على الخسائر والجوائح المالية، فيؤجر الإنسان على هذا. من ذلك الغم أشد من الهم، الإنسان يصير مهموما ولا يعرف كيف يتصرف. قد يكون أحيانا أمور يصعب إظهارها للناس وإخبار الناس عنها، يكتبها الإنسان على مضض، فيؤجر المسلم على ذلك كله. فهذا يدل على فضيلة الصبر. ومن ذلك المرض قد يشتد على الإنسان، قد يخبر بخبر موجع يكشف عليه ويحلل له ويقال فيك مرض كذا، المرض الفلاني، فينبغي الإنسان يستقبل الخبر بسعة صدر وطمأنينة ورضا بقضاء الله وقدره، وطلبا للطف الله عز وجل، لأنه تعالى هو الذي يشفي المريض كما في قول إبراهيم.